نظر الرجل إلى الجلد ولمسه ثم قال: هذا جلد فأر. لكن الملك أخبره أن الجواب خطأ. جاء رجل آخر فحص الجلد بعدسة مكبرة وقال بتردد: هذا جلد نملة. لكن الملك خاب أمله. تنفست الأميرة لأنه لو أجاب أحدهم بشكل صحيح كان عليها أن تتزوجه. ثم جاء رجل نبيل آخر، وعندما رأته الأميرة شعرت بسعادة خفية. راقب النبيل الجلد، لكنه أخطأ أيضا، مما خيب أمل الأميرة. وفجأة تقدم رجل بري، شم كيس الجلد وقال: إنه جلد برغوث. لم يتوقع الملك أن يصيب الجواب. قبل سنوات، وبينما كانت الأميرة تعزف، قفزت برغوثة على يد الملك. شعر بسعادة غامرة ونسي عزف ابنته، وغادر فورا لدراستها. عاد الملك إلى مكتبه، وخز إصبعه بالقلم وراقب البرغوثة تمتص دمه. وحين شبعت وضعها في صندوق صغير، وبفضل رعايته كبرت في أيام قليلة حتى أصبحت بحجم الإبهام.